استاذ يعني عندك دخل حرامي بعملية احترافية ومنظمة وبدون أي عنصر أمني حس أو كذا. فالمهم خلال هاي الفتحة دخل علينا من الحائط من فوق دخل واشتغل براحته بدون أي حس بدون وعلما إنه أكون أنا مرابطة خاصة بحماية المحلات. يعني حدود 75 متر. اجى وكمل وطلع ورد اسمه واكو تكرم كانت هناك اكو سلاب تنبع عليه ما حد حس بيه خله وطلع. يعني تقريبا شال من عندنا ما يقارب 60 مليون ويعني شغلات تخص المحل. نعم 60 مليون كمل. ايه ويعني قلت لك بطريقه احترافيه شايل الكاميرات والدي في ار مالتهن وطالع. يعني شلون؟ كاميرات وشايلهن؟ الكاميرات شايلهن هن والدي في ار مالتهن اللي متعارف عليه الريسيفر. هو المجرم. اي احنا ناشد قائد عمليات البصره، ناشد محافظ البصره شخصيا. يعني احنا الى متى نبقى بهاي الحاله؟ المواطن لا مأمن على نفسه لا على مصدر رزقه. انا يعني اطلع هسه حاليا يجيني ابو العنصر الامني يقول لي ليش مخلي فلوسك بالمحل؟ يعني انا اشيل لي مبلغ بسيط وما اقدر امشي بيه الشارع، شلون اشيل لي راس مال واطلع بيه واتمشى يوميا وارجع؟ اكيد راح لا محافظ على حياتي ولا محافظ على اموالي. من جانب احنا قلنا ناشد محافظ البصره وقائد العمليات وخليه الصقور انه يدخلون يحلون الموضوع، لانه احنا هاي مو بس ان الاموال عائده رواتب الناس وعائده رصيد للشركات احنا ما مسددينه، لذلك نطلب تدخلهم اللازم. بماذا خليه الصقور والتحليل؟ والله نتمنى انه لانهم قالوا يعني شوي شغلهم مضبوط ويعني يقدرون يوصلون للجانب بسرعه اكبر. قلت لك مثل ما شرحت لك انه احنا ناس متضررين الى درجه. اسم حضرتك؟ علاء مصطفى صاحب المنفذ.